يبقى عندنا ناس بتفكر، عندنا ناس بتحط معايير، عندنا ناس عارفه احنا عايزين ايه من المرحله القادمه، اختيار اشخاص تناسب المرحله القادمه. ما بحبش اتكلم انا بالذات في القصه دي كتير، اللي انا اسمي كريم حسن شحات، فالناس تقول لك يا عم ده بيتكلم عشان كابتن حسن وعشان كذا وعشان كذا وفلان وعلان. لا، انا بتكلم في معايير، في اختيارات، في فتره بقى احنا محتاجينها. مش كل 4 سنين هنيجي نقول ايه ده احنا معلش التوفيق، اصل احنا كان عندنا مشاكل، اصل احنا استقرار، اصل احنا مش عارف ايه كل مره بنقول الكلام ده، وبيبقى عندنا اخطاء اداريه داخل اتحاد الكره المصري، واخطاء في التفكير والاختيار والعلاقات الشخصيه اللي تتحكم في الاختيارات. وحتى الفتره اللي فاتت برضه انا يعني بتكلم حاجات بره الفنيات، واتكلمنا في حاجات الفنيات كتير، وبرضه مش عايزين نزود في موضوع برادلي عشان خلاص الراجل مشي فما نقعدش نقطع فيه. لكن في نبره كده برضه ما بتعجبنيش، اصل الناس محترمه، اصل مش عارف ما عملوش حاجه وحشه، اصله استحملوا مصر في وقت مستر برادلي استحمل مصر في وقت صعب جدا وما كانش حد يستحمل. مستر برادلي ده جاي عنده هدف، بياخد فلوس مرتب على كده، ليه مرتب على كده، اللي هو بياخد بيتقاضى من الاتحاد المصري لكرة القدم 41,000 دولار عشان عمله كمدير فني لاتحاد الكرة المصري. يعني ما فيش حاجة بقى اسمها نبرة اصل كل الناس محترمة، كل الناس اللي مسكت منتخب مصر، كل الناس اللي بتشتغل في مجال الرياضة محترمة، بس انا بحاسب الشخص على شغله، على عمله، هو عمل ايه، هو انجز ايه. ناس طالعه بقى النهارده بتقول ايه، ناس بقى عايزه يعني، وناس برضو شغالين في اتحاد الكوره اصله محترمين، اصله ده يعني اشتغل في وقت صعب، احنا بنشكره، احنا بكذا، احنا مش هنشتمه، مش هنقول عليه كلام مش كويس، لكن احنا بنتكلم في فنيات. نظريه بقى المحترمين كل الناس محترمه. ايه علاقه الاحترام بالموضوع؟ ما كل الناس محترمه، وفي ناس مش محترمه بتشتغل في الكوره وبتشتغل في مجالات تانية، وفي ناس محترمه. القصه مش قصه احترام، انا مش بجيب مدرب عشان محترم. طب ما انا اجيب بقى واحد شيخ يمسك المنتخب او يدرب، مش قصه احترام، قصه شغل. انت مؤهلاتك كذا، انت قدراتك كذا، انت حققت نتائج كذا، هو ده اللي انا حاسبه عليه. غير كده ماليش دعوه بقى بالاحترام والكلام اللي هو اللي فيه تنييم للشعب المصري. مش عايزين نقعد ننيم بقى كل شويه الشعب المصري واحنا راجل محترم واحنا اصل عملنا كذا وكذا وكذا. يعني كلمتين يعني محبوسين جوايا فعايز اطلعهم. بشوفها بقعد اضحك، الناس بتقعد تتكلم في الاحترام، وانا عايز، لا انا عايز شغل، مش عايز، انا عايز واحد قليل الادب بس ينجحني، مش عايز احترام، عايز اوصل كاس عالم، عايز اكسب بطولات. طيب في خبر برضو معايا النهارده